قصيدة هجاء بعنوان الحمار الجريح علي عبد الله الصالح. نطق الحمار كفرا بأنه قادر على حرق البيت وتحويله إلى ركام. تمطى الحمار ليؤذينا برؤيته وأنه سيبقى رئيسا لهذا النظام. تمادى الحمار في غيه ونسي أننا قد تحررنا وبدأنا في كسر الأصنام. يرتجف وتهتز يديه وأوصاله ويكاد يتساقط ما ربط عليه بالحزام. يريد أن يخيفنا ويرعبنا ليبقى راعيا يهش بعصاه على الأغنام، سارقا لحليبها ولحمها، ويتاجر بما بقي منها من حوايا وعظام. ويصفق المنافقين له ويقولون نحن من ورائك، تقدم إلى الأمام. لا أرى في النهاية إلا حفرة سبقه إليها من ظن نفسه قائدا وإمام. يقول لست كغيري وغيري ليس مثلي، فأنا داهية وابن حرام. مصر ليست أرضي وتونس ليست بمعبر لي، فأنا سفاح كحليفي في أرض الشام. أعناق الرجال رهن لي والنساء سبايا، ودم الأطفال أزهقه من غير اهتمام. العرش إرث لي ولعشيرتي، وخيرات هذه الأمة أسندت إلي بإحكام. أن أترك وأرحل وهم، وهجري لسدة الحكم أضغاث أحلام. وسائليني من بعدها عمن يقف أمامي صاغرا ويؤدي التحية والسلام. لن أكتب لك يا أم العيال من سجني وإن تم، فليله دامس ونهاره ظلام. وكما تعرفي فأنا لست مقتدرا على الحب والشوق وحبك طرق الغرام. قولي لأولادي من بعدي بأني كنت مغرورا وعشت على بحر من الأوهام. لم أعتبر ممن رأيته مسفوحا دمه على التراب وقتل بانتقام. بالأمس كان يعوي ويعلو صوته، وتركت له أبوابا ليخرج منها باحترام. وأبى إلا أن يموت ميتة كلب طريد على أيدي من أمعن فيهم تقتيلا وإجرام. قولي لأبنائي أن يتبرأوا مني كي لا تشار إليهم أصابع الاتهام. وأن الذي بيني وبينك كان كريها مؤلما، شجار وخصام. كبريائي جريح وأشعر بانهيار، لن أقدم التماسا للخروج رافعا راية الاستسلام. سيأتي خبر عاجل بأن نارا محرقة أصابتني في مقتل وأتت على ما تبقى من الخيام.